رئيس جمهورية مصر العربية من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عدنا إليكم من جديد في حلقة جديدة من بودكاست رجال تعرف المستحيل، والنهاردة معايا عبدو وصفصف جايين نتكلم معاكم عن التضحية. بس قبل ما نبدأ يا ريت تعملوا لايك وكومنت عشان صفصف بيتضايق لما بتعملوش لايك وكومنت. هو قال لي كده قبل التسجيل زعلان، فيا ريت تعملوا لايك وكومنت. وفي البداية ممكن نبدأ بقصة صغيرة تتكلم عن أول تضحية في التاريخ أو أول تضحية نسمع عنها، وهي إن كان قابيل وهابيل أولاد سيدنا آدم عايزين يتجوزوا بنت، فالاتنين اختلفوا في الموضوع. فسيدنا آدم قال قربوا قربانا لله. هابيل قدم أحسن حاجة عنده وهو كبش، وقابيل قدم أسوأ حاجة عنده، وربنا في الوضع ده قبل قربان هابيل. دي كانت أول تضحية في التاريخ، لما هابيل قدم أحسن حاجة عنده وهو الكبش، ربنا قبله، على عكس هابيل على عكس قابيل اللي ما اهتمش وقدم حاجة مش كويسة فترة. ومن هنا حابين نتكلم عن التضحية بشكل عام. هو ايه كونسبت التضحية؟ ليه اصلا ممكن حد يضحي؟ فانت قول لي يا عبدو، ليه اصلا ممكن حد يضحي بحاجة عشان حاجة، او يضحي بحاجة بشكل عام في المطلق؟ والله بتختلف من موقف للتاني، بس في ناس بتضحي مثلا عشان شايفة إن في فرصة أحسن تستاهل إنها تضحي عشانها، حتى لو التضحية دي مش هتبقى ضمن الفرصة دي 100%، بس الواحد بيحاول يعمل اللي هو عليه. وفي سبب مثلا تاني، واحد بيضحي بحاجة عشان هو بيحب الشخص اللي هو بيضحي عشانه ده. وفي لو قعدنا نعد أسباب كتير للتضحية مش هنخلص، ولكن السؤال الأهم هو ليه الإنسان أصلا عنده كونسبت التضحية ده؟ ليه صوصة؟ اقول لك من هو مبدئيا التضحيه زي ما قلنا هي ليها اسباب كتير ومختلفه، بس انا شايف ان انت في الاغلب انت مش بتضحي بحاجه بسهوله، وفي الاغلب انت اصلا بتكون مجبر ان انت تضحي. مفيش حد بيختار ان هو يضحي بشيء غير لو الشيء ده اذيه فهو بيضحي بيه، وده حاجه تانية هنبقى نتكلم فيها وهنبقى نفكرها. بس في العموم الانسان بيكون مجبر ان هو يضحي بحاجات كتير قوي في حياته، سواء باختياراته هو اختارها، باحلامه، باهدافه، بمشاعر، باشخاص. فالتضحيه كده كده شيء انت لازم تمر بيه بحياتك. انت ممكن تضحي في مرحله ما بافكارك وبشخصيتك كلها على بعضها بسبب مواقف انت مريت بيها. فالتضحيه بتختلف من شخص للتاني، من موقف لتاني، فاهمني؟ فانت مش هتقدر ان انت تدي حاجه معينه للتضحيه او كونسبت معين للتضحيه. التضحيه حاجاتها كتير فشخ، وانا شايف ان التضحيه ده اكتر شيء بيضر الانسان عامه يا منزو. فلو مثلا انت هتتكلم عن التضحيه بالنسبه لك انت كمنزو، فانت شايف هي ايه بالظبط؟ انا شايف ان التضحية هي جزء اساسي من حياة كل بني ادم فينا. ازاي؟ اقول لك ان انت بتبدأ تضحي من اول ما بتخرج من مرحلة الطفولة. بتضحي بطفولتك، كنت بتضحي بطفولتك في مرحلة ما، انا ما عادش ينفع ابقى طفل. تخش في مرحلة تانية اللي هي مرحلة انك مراهق، لحد ما بتوصل لمرحلة ما، المرحلة اللي يعتبر معظمنا فيها انت بقيت بتخرج من مرحلة ان انت مراهق، لان انت بتجهز انك تكون راجل فعليا مسؤول عن حياتك. طبعا ممكن وانت صغير تكون مريت بعقبات، مريت بحاجات تقيلة عليك، بس انت هتوصل في مرحلة ما انت فعلا هتقدر قيمة التضحية، وهتفهم كونسبت يعني ايه راجل. كونسبت انك طول الوقت تحت الضغط، طول الوقت بتفكر، طول الوقت شايف ان كل حاجة غلط، مع ان ممكن كل حاجة ما تكونش غلط، بس انت عشان خرجت من ستارة انك طفل، خرجت من ستارة انك مراهق، بقيت بتفكر في السلمة اللي انت بقيت فيها راجل. دي بالنسبة لي أكبر تضحية أنا فعليا حسيت بيها. ممكن أكون ضحيت بحاجات تانية في حياتي، ضحيت في علاقات، ضحيت بحاجات، بس المرحلة اللي فعليا كنت حاسس فيها بألم هي مرحلة التضحية، اللي أنا ما بقتش فعليا قادر أنام فيها من كتر ما أنا حاسس إن أنا مقصر وأنا مش مقصر، فاهم؟ بس أنت عشان بقيت بتفكر في نفسك، بتفكر في اللي حواليك، تفكر أنا هعمل إيه كمان شهر، أنا هعمل إيه كمان سنة، طب أنا لو دي ما نفعتش أنا هعمل إيه؟ أنت هنا بتخرج من كونك مراهق او من كونك طفل لكونك راجل. فدي بالنسبه لي اكبر تضحيه انا مريت بيها، وشايف ان هي اغلبنا هي دي اكبر تضحيه هو بيمر بيها. فاهمك. ايوه. بس برضو الموضوع ما يقتصرش على التضحيه مع نفسك، التضحيه مع الناس اللي حواليك بتبقى ليها اثار سلبيه
اكتر منك. يعني انت التضحيه انك تضحي بكونك طفل وتضحي بكونك مراهق، دي ممكن تعمل لك شويه اثار ايجابيه، لانها بتفيدك في حياتك، بتخلي حياتك تمشي بشكل احسن او بشكل اسرع، او بتخليك قدام هترتاح. لكن هو مش شرط ان دي تكون حاجة حقيقية، ممكن يكون انا شايف كده دلوقتي، او انا ممكن اكون شايف. يعني خلينا نتفق على حاجة يا جدعان، التضحية هي تنازل عامة، تنازل عن حاجة مهمة بالنسبة لي أنا. ممكن تكون حاجة مهمة فشخ بالنسبة لي، بس اللي قدامي مش شايف إنها مهمة. أتنازل بقى عن الحاجة دي بسبب مثلا قضية معينة، حاجة عشان حد معين، عشان فرصة أحسن، عشان الدنيا تمشي، عشان حد غالي عليا مثلا، عشان هدف شخصي ليا. بس هو في الأول وفي الآخر هو تنازل عن حاجة مهمة بالنسبة لي أنا. ما هو بالظبط، ما عشان طب هقول لكم حاجه انتوا الاثنين. طيب انتوا اتكلمتوا عن التضحيه عامه من منظوركم انتوا، طب هل انتوا عامه حد فيكم عدى بتجربه ان هو يضحي بحاجه هو بيحبها فشخ علشان ناس تانية، سواء كانوا اهل او كانوا بارتنر في حياتك او شخص في حياتك، او علشان حاجه تانية بس كشخص مش ضحيت بفرصه عشان فرصه؟ يا رب تخش النار، يا رب تخش النار. بص يا اسطى، هو حوار التضحية ده مش شرط ان انت بتضحي بحاجة انت بتحبها، ممكن تكون بتضحي بحاجة انت مرتاح فيها، انت الموضوع بالنسبة لك مريح، بس انت بتضحي بالحاجة دي عشان اللي قدامك ده يحس ان انت بتقدم له حاجة ذو قيمة. انا حصل معايا كتير فشخ ان انا ضحيت بحاجات كتير قوي، سواء في علاقة سواء في دراستي، لان انا طبعا انا حياتي الدراسية معقدة جدا، ضحيت بحاجات كتير. واي احيانا كنت بضحي بسبب ان انا شايف، والله يعني انا شايف ان ده طموحي، انا عايز اضحي عشان انا حاسس ان انا هبقى حاجة. وفي علاقاتي مثلا او في علاقتي ان انا ضحيت عشان احس ان انا عامل اللي عليا قصاد اللي انا بحبه، ان انا اللي بحبه ده هو يستاهل ان انا اضحي عشانه بحاجه زي كده، يستاهل ان هو يحس ان هو يكون احسن، يستاهل ان علاقتنا تمشي، بضحي في سبيل علاقتنا انها تمشي. فا يعني حصل مواقف كتير فشخ. وعايز اقول لك بقى ان انا مش هقدر اقول لك ان انا ندمان ان انا ضحيت بحاجه زي كده، بس في نفس الوقت انا مش ندمان مش من ندمان في نفس الوقت. هو انت حرفيا هقول لك طيب، هل التضحيه اللي انت ضحيتها اصلا جت باثر سلبي ولا ايجابي؟ والله هو سؤال صعب، عشان كده انا بقول لك ان هو ساعات ممكن تيجي بأثر سلبي في وقت ما، بعد كده تبقى إيجابية، وساعات تبقى تيجي بحاجة إيجابية في وقتها وبعد كده تبقى سلبية. البني آدم مشكلته إن هو لو سلك طريق من طريقين هيندم إن هو ما سلكش الطريق التاني. أي حاجة لو رجع بيه الزمن في كل الحالات، في كل حاجة لو أنا مشيت في طريق معين هقعد أقول يا ريتني كنت في الطريق التاني، يا ريتني ما عملت وما عملت. ولو أنا كنت سلكت الطريق التاني ده من الأول هقعد أقول يا ريتني كنت ما عملتش وكنت عملت وعملت وعملت. حاسس إن هو موضوع صعب إن أنت تقرر إن أنت هل هو الموضوع ده كان يستاهل فعلا ولا لا. ان انت في وقت من الاوقات كنت شايف ان الموضوع ده يستاهل، كنت شايف ان انت ممكن تضحي باي حاجه عشان الدنيا تمشي، بس انت دلوقتي شايف ان انت لا، انا ما خسرتش حاجه في الرحله دي غير نفسي. هو الفكرة هنا فكرة أنا ممكن ما جاوبش على سؤال صفصف، بس أنا ممكن أكمل على كلامك. أنت بتفضل تضحي على أمل إن الحاجة اللي أنت عايزها دي تكمل أو تفضل موجودة لأكتر وقت ممكن، أو بتفضل تضحي لأنك حابب الموضوع، أو بتفضل تضحي لأنك عايز الشخص التاني يحس إنك بتعمل ده عشان. بس هل الشخص التاني بيقدم لك نفس التضحيات اللي انت بتضحيها؟ هل في يوم من الأيام بعد كل اللي انت عملته ده الشخص التاني هيفتكر كل التضحيات اللي انت قدمتها؟ هل الشخص التاني مش هيجي في يوم ويقول لك انا ما طلبتش منك انك تضحي عشاني؟ بالظبط، ده في كل الحالات. انا ما بتكلمش في حاجه خاصه، انا بتكلم في كل الحالات. انا بتكلم في السياسه، انا بحب سياده الرئيس. عايز اوضح حاجه بس الاول. مبدئيا اصلا الاختيار اللي انت تضحي في من التضحيه لها نوعين. في اختياري محدش بيكون سألك ان انت تضحي، بس انت عارف ان التضحيه دي هتحافظ على علاقتك بالشخص ده او هتحافظ على الشيء اللي انت بتضحي علشانه ايا كان ايه هو، فده شيء بيكون من اختيارك انت بدون ما الشخص التاني يسألك، لان انت عايز الاحسن لعلاقتكم. انت بتعمل كده اصلا وانت مش مستني ان هو يقول لك انا طلبت منك تضحي، انت ما طلبتش. بالظبط. فانا بس اللي انا عايز اقوله ان في نوع من التضحيه، ان ده التضحيه الاختياريه، ان انت اخترت ده علشان ده الاحسن ليك، او انت شايف في المرحله ديت ان ده يكون احسن ليك. مش فارق بقى معاك هو يقول لك انت انا ما قلتلكش تضحي او قلت لك انت عملت الاحسن ليك، ما يكونش فارق معاك يا سوس. بالظبط. انت الاحسن لعلاقتك
بص يا منزو، انت بتكون عايز ان انت تحافظ على الشخص ده اكتر وقت ممكن في حياتك، وعايز تعمل عشان اي حاجه، بالظبط. فانت بتختار الاختيار دوت علشان ده اللي انت شايف ان هو هيضمن لك وجود الشخص ده. يعني لو مثلا انت ضحيت، مثلا انت في ريليشن مع حد وضحيت بناس تانية علشان الحد ده، فانت بتعمل كده علشان انت والشخص اللي انت في الريليشن معاه تكملوا من دون ما يكون في اي مشاكل تجيلكوا، اي حوارات، اي حاجه. فديت التضحيه الاختياريه اللي انت بتختارها. بس بالنسبه بقى للنوع الثاني اللي هو اوسخ نوع من التضحيه، اللي هو التضحيه الاجباريه، اللي انت بتكون فيها بقى يا منزو، اللي انا كنت عايز اكلمك في الحوار ده. اللي انت اتكلمت في جزء منها، ان انت لما بتكبر مع الوقت بتحس ان انت بقيت راجل. من طفل بتضحي بطفولتك، بتخش في مرحله مراهقه، افكارك بتختلف. فده اللي قلته في الاول، بتكون ضحيت بافكارك كطفل واحلامك الساذجه، بان انت مثلا حلمك في الطفوله يتحقق بان انت تبقى مثلا، لو انت كان حلمك تبقى لعيب كوره ده بيتفشخ، لو انت حلمك تبقى دكتور ده بيتفشخ، وكل الامثله ديت بتخش في مرحله المراهقه. بس يا صفصف يعني معلش على المقاطعة، بس أظن إن دي ساعتها ما يبقاش اسمها تضحية، بيبقى اسمها تنازل. ما بالظبط ما هو ده حاجات، بص، حاجات انت بتتنازل عنها. الاثنين هيبقى ليهم علاقه ببعض. أو تخلي أنا آسف، هو تخلي. ما هو انت ليه بتتخلى؟ لان انت ديت اهدافك بقت مختلفه في المرحله ديت، فانت تخليت عن اللي فاتك خلاص. ما هو بص، أيوة. التضحيه ممكن نقسمها انها 3 حاجات: تنازل وتخلي وتضحيه. التضحيه ديت احنا اتكلمنا عنها في حته ان انت بتضحي باختياري علشان حاجه انت تانية عايزها، ومع الوقت انت بتتنازل عن افكار او احلام او اهداف مع العمر. ده اللي بنسو اتكلم عليه. وبس ده اللي انا كنت عايز اكمل عليه، ان انت مع كده مع اختلاف مراحلك العمريه انت بتكون مجبر غصب عنك ان انت هتضحي بحاجه في حياتك ايا كانت هي، سواء افكار او اشخاص. وزي ما اتكلمنا اختياري او اجباري. والتنازل الاجباري بقى ده بيكون اصعب حاجه فيهم يا جدعان، ان انت بتكون مجبر تضحي بهدفك مثلا في الحياه، حلم ليك ايا كان، علشان سواء اهلك سواء حاجه في حياتك عامه. فالتضحيه الاجباري ديت اوسخ حاجه. بص، فهل انت بس اظن برضو انها لو هي اوسخ حاجه او احسن حاجه ايا كان، مش هنختلف على ان هي اكتر حاجه شائعه. انا ممكن اختلف نقطه معينه بس، ان التضحيه الاجباريه هي مش اصعب حاجه، على حسب. هقول لك ليه. ما بص، هو عبده قال حاجه حلوه قوي. عبده قال ان التضحيه عامه او الاختيار اللي انت بتختاره او الطريق اللي انت بتسلكه بيكون من نظرتك انت بتعمل حاجه كبيره فشخ، بس ممكن من نظره حد تاني تكون حاجه تافهه فشخ. مش ده الكونسبت اللي انا بتكلم فيه. كمل. انت دلوقتي لما بتقول انا ضحيت بده اجباري، او تخليت عنه اجباري، او تنازلت عنه اجباري، هل انت كان ليك يد ولا انت مضطر؟ فهمت منزو. فهمت. لكن انت دي بتترتب على شيء انت اخترته، واظن انها اصعب. ايوه، ما هو ده اصعب بكتير. يا اما تنجح فيها يا اما تخبط في الحيط. ما هو اصلا الفكره ان انت الاختياري انت هتلوم نفسك لو الدنيا ما ظبطتش في الاول او ما ظبطتش في الاخر، هتقول انا كان قدامي اختيار تاني اعمله. بس الاجباريه هتيجي بعد كده تقول انا ما كانش قدامي اعمل اي حاجه غير كده. بالظبط، الظروف اجبرتك حرفيا. فهمتكم كده. لكن في فكره انك تختار، فانت قدام احتمالين، يعني فاهم. هو في الاغلب بيفشل يعني، بس وفي الاغلب هيفشل فعلا. هترجع تلوم نفسك وتقول يا ريت. تقعد في بودكاست رجال تعرف المستحيل، تقعد تعيط على الاطلال. لما تقول يا ريت وبتاع. انا بكلمك بامانه دلوقتي. بص، هو انتوا وضحتوا فعلا نقطه حلوه فشخ. ان انا ماشي، انا حاجه فهمتها مع مجرى كلامي ومع الكلام بتاعنا. فيعني انا عايز اعرف بقى منكم، انتوا كده اكيد ضحيتوا بحاجه في مرحله ما. كانت ايه مثلا، او في سبيل ايه؟ يعني ما توضحوش لو مش حابين، بس كانت ايه في سبيل ايه؟ كانت في سبيل حلم، هدف دراسي، طريق سلكتوه، شخص كده؟ انا ممكن اجاوب. لو ماشي. انا يا جماعه كان قدامي فرصه ان انا اتوظف في مكان ما، بس مش هعرف اكمل كليا، وفرصة كبيرة جدا، يعني كبيرة جدا جدا، وكان هيبقى كارير تاني مختلف تماما ومميزات لا تعد ولا تحصى. ولكن مثلا كان في شوية قيود معينة أنا ما عجبتنيش القيود دي، وقعدت فترة كبيرة في المكان ده، قعدت فترة كبيرة من عمري، وتأخرت 2 سنين. أنا متأخر 2 سنين يا جماعة، أنا عندي 21 سنة وداخل مع دفعة 2006. مع كامل احترامي لكل الناس بتوع 2006. ما تخافش، عندنا أكبر من 2006. لا، 2006 تقريبا.
كان قدامي ان انا لا ابقى مع ناس نفس الناس اللي كانوا معايا في مكان فيه مميزات. كان قدامي سنتين يعني ابقى في المكان ده سنة ولا سنتين واهلي هيجوزوني واعيش حياة زي الفل مية مية. عموما بجد. انا بقى عشان انا ايه، عشان انا ما بحبش ان انا اكون مقيد، او ما بحبش ان انا حريتي تبقى مربوطة. قررت ان انا اضحي بكل ده في سبيل ان انا الاقي اكون حر. وده السبب الوحيد يا جماعه. انا يمكن ناس كتير سالتني على حاجات، ناس قريبين مني سالوني ليه، وقعدت اديلهم اسباب كتير جدا جدا، بس اقول لكم هو ملخص كل ده ان انا اكون حر، ان انا اعمل اللي انا عايزه، فاهم فشخ. ان انا اسافر، اخلع ما اخلعش، يكون اعرف انزل في اي وقت في اي مكان، ما حدش يقول لي انت بتعمل ايه. انا دي حريه. ولكن برضو بيجي في نفس الوقت بعد اهو قعدت سنه اهو في الطريق اللي انا خدته وفي التضحيه اللي انا عملتها، بيجي عليا وقت والله العظيم الشيطان يلعب في دماغي ويقول لي مش كنت فكست كل ده وكملت معاهم. عاجبك نفسك دلوقتي وانت بعيد عن كل الناس دي، وانت لوحدك وماشي في طريق انت مش عارف هي تنجح ولا هتفشل فيه. عاجبك نفسك وانت حاطط كمية ضغوط على نفسك ان انت لازم تنجح لان مفيش اختيار تاني، معلق طموحات معلق امال ناس عليك، وقاعد لسه قدامك 4 سنين ولا مش عارف ايه، ويا عالم يا تصيب يا تخيب، وانتوا عارفين بقى ان كل يوم الدنيا بحال. بس في نفس الوقت بقول ايه، انا لو كنت دخلت يا جدعان هناك برضو كنت هقعد اقول نفس الكلام ده، واقعد اقول يا ريتني كنت خرجت، يا ريتني كنت كملت، يا ريتني كنت هربت، يا ريتني كنت بقيت حر نفسي. في الاخر بقول ايه، انا طالما انا نفسي موجوده، طالما انا ما بعتش نفسي لحد، ما بعتش نفسي لحاجه، ما كنتش عبد عند حد او كده، ده بالدنيا وما فيها. وبعد كده الواحد بيجتهد على قد ما هو يقدر ويعمل اللي هو عليه يعني، وربنا اكيد هيكرمه في يوم ما. بس في نفس الوقت انا ضحيت بحاجات كتير جدا، ضحيت بحاجات كتير جدا وحاجات مضمونة وفرصة لو ألف حد تاني كان يتمناها. وانا اقسم بالله يعني انا شايف ان انا لو كنت في فترة ما، لو كانت ظروف مختلفة كنت تمنيت الفرصة دي. بس فدي يمكن من اكبر التضحيات اللي انا عملتها في حياتي، بعيدا عن تضحيات انا عملتها في ريليشن شيب، في صداقات، في كل الكلام ده. لا، هي دي اكبر تضحية انا عملتها في حياتي في حق نفسي. طيب انا ممكن حاليا اجاوب، بس انا ممكن اقسم الاجابه لجزئين قبل ما ابدا. انا اكبر تضحيه في حياتي مش هبقى عايز اقولها، مش عشان بس ما اتعبش، عشان الموضوع ممكن يخليني اعيط وسطهم. فانا هقول وتفرح كاونتك بقى وترجع لي كمان شهرين تقول لي صفصف عايزين نبدا من البودكاست من اول وجديد وبتاع. انا هسكت اتكلم. بس عيط ونشيلها في المونتاج عادي. في فترة ما اللي هو من بعد تالتة إعدادي، أنا ممكن بس أدي بريف صغير. أنا قبل أولى ثانوي أنا كنت ممكن أبقى آخر شخص تتخيلوه. كنت أكتر شخص اجتماعي في الدنيا، كنت أكتر شخص الناس بتحبه في الدنيا. أنا كنت في المدرسة الدفعة اللي أكبر مني عارفاني وبتحبني، والدفعة اللي أصغر مني عارفاني وبتحبني بما فيهم المدرسين. ما كنتش طالب شاطر قوي، كنتش طالب خايب قوي، كنت طالب مد. طول عمري طالب مد، حتى في ثانويه عامه جبت مجموع الكليه اللي انا عايزها بالظبط دخلتها. انا طول عمري طالب، انا بحب اخش اعمل اللي انا مخطط له، اللي هو ايه، انا مش عايز اجيب 100%، انا عايز اجيب اللي هيخليني اخد في المكان اللي انا عايزه. بعد ثالثه اعدادي حصل كورونا، ومن هنا انا حسيت بيني وبين نفسي ان انا شخصيتي وحشه، مش عشان كنت بعمل حاجات وحشه. ما كنتش مثلا بشرب سجاير ساعتها في ثالثه اعدادي، او ما كنتش مثلا ما بعمل اي حاجه فاهم اللي هي واو، لا ما كنتش وحش، بس كانت شخصيتي ضعيفه. ما كانش حد بيمشيني، ما كنتش منساق ولا حد، بس كانت شخصيتي ضعيفه وكانت شخصيتي عجباني. يعني ايه تبقى مهرج؟ يعني ايه تبقى مهرج؟ يبقى انت شغلتك ان انت فعليا شخص الناس بتعرف تضحك الناس، مش الناس بتضحك عليك، لان الناس كانت بتحبك. بس انت كان وظيفتك ايه غير ان انت طفل رغاي؟ فعلا طفل رغاي فشخ، ما بتسكتش، بتحاول تضحك على قد ما تقدر، بتحاول تصاحب بنات على قد ما تقدر وانت صغير، انت عيل صغير. وانا فعلا كنت اعرف ناس كتير ساعتها، ناس كتير قوي، ناس حاليا مثلا ما فيش مثلا منهم في دايرتي من صحابي بتوع اعدادي غير 6، وربنا يخليهم ليا، هم احسن ناس في الدنيا بالنسبه لي. انا دول مكتفي بيهم. الفتره اللي انت عملت فيها الفاصل ما بينك وبين الناس دي كان مثلا من ثالثه اعدادي لثانيه ثانوي، انت ما بتكلمش حد منهم غير ناس قليله اللي لسه في حاجه تربطكم ببعض. انت هنا ضحيت، انا هنا ضحيت بحياتي القديمه كلها. انا فعليا شطبت على كل القديم
وعملت يوسف جديد. ده اللي انتوا عرفتوه مثلا من اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. الحاجات دي انتوا عارفينها قريب. لكن شخصيتي القديمه مفيش منها اي بوادر، يعني مفيش منها اي ملامح لحد دلوقتي، هو شكلي. فبس دي تعتبر بالنسبه لي تضحيه كبيره، لان انا فعليا خسرتني. ما خسرتنيش بقى اللي هو انا خسرتني نفسيا، لا انا فعليا خسرتني كيوسف. بنيت بني ادم تاني، بني ادم ملوش علاقه بيا دلوقتي خالص. انا قلب دم عليه. يعني طب يا سمسم معلش، بس اصل حضرتك قاعد تسالنا التضحيات وقاعد مالكش دعوة. تعيط ونفس لا مالكش دعوة وقربت فاهم. يا عم، مالكش دعوة يا عم. شراييني انا عايز يا اسمع. عم انا اللي بمشي الحلقة، مالكش دعوة. لا يا معلم، انا الهوست اصلا. بعد اذنك انا عايز اسمع موقف يخليني اعيط دلوقتي، عيطني بعد اذنك. بص يا منزو، ايوه يا ريت. انا ليه لما بدات كلامي عن التضحيه الاجباريه، انا هحكي لكم موقفين هتفهموا ايه عديت فيهم بحوار التضحيه الاجباريه وحوار عديت فيه بالتضحيه الاختياريه. بص يا عم منزو، انت عارف وكلكم عارفين، ويعني مفيش حد يعرفني غيره كان عارف ان انا من وانا صغير زياد بيعمل ايه. زياد بيلعب كوره. زياد فين؟ زياد بيلعب كوره. انا كنت شخص اجتماعي فشخ، كل الناس كانت تعرفني، مفيش حد ما كانش يعرفني حرفيا يا منزو. انا زيك زي ما انت كنت بتقول، انا كانت امي لا اله الا الله حرفيا عارفه انا مين، سواء في المدرسه، سواء في الشارع عندي، سواء في النادي، سواء في اي حته. زياد معروف والناس كلها بتحبه لاجل انها بتحبه، مش لاجل حاجه تانية. الدنيا كانت ماشيه معايا زي الفل وبتاع، لحد ما انا اضطريت في اول ليه كلكم دايما لما بتجيبوا سيره 2019 بتقولوا احلى ايام وبتاع، دايما بقول انها اوسخ سنه بالنسبه لي في حياتي، لان السنه ديت اللي اتحولت فيها من الشخص اللي كل الناس بتحبه وبيحب كل الناس، وحرفيا انا بعمل كل حاجه بحب فشخ. يمكن ده انا لسه ما اتغيرش فيا يعني لحد دلوقتي، بس ستيل انا في حاجات كتير فشخ اتكسرت واتغيرت ما بين حياتي في فتره 2019 قبل 2019 لحد 2019 يومنا ده. اول السنه ديت يا اسطى انا ممكن اكون خسرت، يعني في بدايه السنه ديت انا كنت مجبر غصب عني ان انا خلاص بقى مفيش حاجه اسمها كوره، مفيش حاجه اسمها انت الشخص اللي بيروح وبيجي براحته. اتحط عليا قيود اللي كان عبده بيتكلم عنها انها مأيداه في حريته في كل حاجه. في اول 2019 كانت بدايه ان كل شيء بينهار. ليه؟ لان انا في الفتره ديت والدي توفى، بعدها ب3 شهور جدتي توفت، فانا وبعدها انا في اخر السنه بطلت كوره. ليه بقى بطلت؟ لان انا كان اتحط عليا وقتها اجباري ان انت هتضحي بده، علشان بقى انت خلاص انت ما بقاش ينفع ان انت ترجع نفس الطفل تاني، انت حاليا بقى في مسؤوليه انت لازم هتشيلها، حتى لو انت لو انا ما كنتش في السن ده شايلها بالشكل الكبير، بس ده كان شيء لازم هيحصل في مرحله ما. مش هقدر اوازن ما بين كل ده وفي نفس الوقت ابقى شايل المسؤوليه بتاعت البيت اللي انا فيه. فانا واحده اضطريت ان انا هبدا اضحي بكل ده. انا اضطريت وقتها ان انا خلاص، وقتها زي ما قلت لك كانت 2019 خلصت وخلص معاها حاجات كتير فشخ في حياتي. ونقلت وقتها، سيبنا الشقه وجيت من اكتوبر لحد الاهرام هنا اللي انا فيها دلوقتي. جيت هنا حاجه الاهرام اصلا انا كنت سايب كل حاجه، سايب مدرستي، سايب صحابي اللي انا كنت اعملهم في المنطقه، وسايب كل حاجه. وانا وقتها كنت لسه عيل صغير. ففي الفتره ديت بقى لما انا جيت ونقلت وبتاع، انا قعدت يا اسطى من اول 2020 لحد مثلا من 2020 لحد مثلا يا اسطى كده 2022 مثلا او حاجه. انا ما كنتش بخرج من البيت حرفيا. انا ما كنتش بخرج غير لو رايح درس واخلص الدرس. تحياتي لكل مش بيخرجوا من البيت، ستي هوم يا ولاد. ايه؟ بقول تحياتي لكل ما بيخرجوش من البيت، ستي هوم يا ولاد. ساكن لحد دلوقتي فتمام. حرفيا يا منزو انا عكس كده. انت عارف ان انا بحب ان انا ابقى بره، بحب ان انا اتعامل مع الناس، بحب ان انا اخرج، بحب ان انا اهزر. ففكره ان انا كان وقتها ما عنديش صحاب خالص، قعدت سنتين من غير صحاب سوشيال. اللي جمعنا حرفيا هي لعبه، لحد ما انا يعني من كتر القعده في البيت انا حرفيا في الفتره دي انا عظمي كان بقى بيوجعني من كتر ما انا قاعد ما بتحركش حرفيا. فيعني الدنيا كانت بايظه فشخ يا منزو، كانت كل حاجه عامله عليا ضغط. ووقتها انا كنت حابب ان انا اكيد اخرج وان انا اعمل صحاب وبتاع، بس وقتها بقى انا كان لازم اضحي بده وبالكوره وبفكره ان انا اخرج وبفكره ان انا اخد حريتي،
علشان ما ينفعش ان انا اسيب امي لوحدها في البيت، ولازم افضل شايل مسؤوليه البيت. وما ينفعش ان انا ابص للموضوع ما ينفعش ان انا ابص للموضوع بنظره انا الانانيه ان انا عايز اخرج واعمل وبتاع. طب ما في ناس انا شايل مسؤوليتهم برضو، في ناس انا اللي هعمل لهم، في ناس انا اللي لازم ابقى جنبهم فاضطريت وقتها ان انا اضحي بكل ده لحد ما في اول 22 كده بدأت ان انا اخرج، بدأت ان انا اروح واجي. ووقتها انا كنت قاعد سنتين حرفيا على مبدأ اخرج بره الدايره بتاعت المنطقه بتاعتي. يعني انا حتى لما عملت صحاب انا ما كنتش قادر ان انا ارجع زي زمان، ما كنتش بخرج، ما كنتش بروح وباجي. علشان كده لما عرفت اصحابي دول هم اللي بدأوا يخرجوني من الدايره اللي انا فيها، بدأوا يقولوا تعالى معانا كذا، تعالى نروح كذا. انا كنت فقدت الامل في حوار الكوره، هم اللي خلوني ارجع العب، وهم اللي رجعوا لي مستواي وكل الكلام ده. الفكرة أصلا إن أنا كان عليا إن أنا أضحي بكل شيء في حياتي، وكنت حاسس بقى بتأنيب ضمير لو أنا فكرت للحظة إن أنا أبص لحياتي أنا كزياد. كنت بحس إن أنا كده أناني فشخ، اللي هو طب ما أنت إزاي تفرح وفي ناس زعلانة، فاهم؟ إزاي تفرح وتعيش حياتك وحريتك وفي ناس أنت المفروض شايل مسؤوليتهم، فاهم الفكرة؟ والفكرة بقى إن كل ده ما كانش عليا في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها وأنا كبير. الحوار ده كان عليا وأنا عيل صغير، كنت لسه في اولى ولا تقريبا ثالثه اعدادي كمان. انت يعني انا 2016 ديت اصلا كنت عيل صغير حرفيا لحد الفتره ديت اصلا ما كنتش حرفيا ناضج، انا كنت عيل صغير. وكل ما بحاول ان انا اخرج بره الدايره بتاعتي او ان انا ابص لحياتي بطريقه ما، كنت يا اسطى انا حرفيا منذ فكرت وقتها يعني، بس الحمد لله انا قدروا ان هم يوقفوني على العبط ده. من كتر ما انا كنت حاسس ان انا مش قادر ان انا اعمل حاجه، انا كنت بفكر الناس تعليم بجد. بس طبعا ما بطلت العبط ده لان انا كنت شاطر فشخ. انا كنت شاطر فشخ في دراستي، كنت شاطر فشخ في الكارير بتاع الكوره بتاعي، لدرجه ان انا انت عارف كله كان بيقول عليا ايه، كله كان بيتكلم معايا. حرفيا انا كنت شاطر فشخ في كل حاجه، بس حسيت ان عارف لما تبقى كاره كل حاجه انت بتحبها بالمعنى الحرفي يعني، كان عليا اجباري بقى ان انا اسيب كل ده ورا ظهري وابقى الشخص اللي انا فيه دلوقتي. ده ادى ان انا في حاجات كتير فشخ في شخصيتي اتغيرت، حاجات وحشه انت بنفسك كمان بقيت عارفها. ممكن يعني الكلام عن نقطة تانية. قول. في نوع تضحية ده الناس بتختاره بنفسها. في نوع من التضحية هو تضحية انك تكون الانسان الاكبر من سنه، ومش قوي قد ما هو يعني ممكن سيبك من حتة الاكبر من سنه، الانسان اللي بيقدر يسمع. يعني انا مش فاهم يعني عايز ايه، مش فاهم. يعني انا هتكلم عن نفسي، انا شخص بعرف اسمع. تمام. بعرف اسمع اهلي، بعرف اسمع امي، بعرف اسمع اختي، بعرف اسمع اخويا الكبير. انا فهمت. لما الناس دي يكون ملجأهم، والله العظيم انا بحب اقول كده مش عشان افليكس بيه قد ما هو دي حاجه بتفرحني، ان اخويا اللي اكبر مني ب11 سنه بيجي لما يكون تعبان من حاجه بيجي لي انا. لما امي تكون عايزه تحكي حاجه مثلا متضايقه منها من حد من اخواتي، فبتيجي تقول لي انا، مش عشان حاجه وانا مش هعمل لهم حاجه، بس هم عارفين اني هسمعهم، هم عارفين ان انا ممكن اديهم حل كويس. ده جزء من التضحيه بيولد جواك انت نفسك طاقه سلبيه، او بيولد جواك حاجات تتعبك. بس انت اخترت تكون ده، انت اخترت تكون انك كبير وانت عيل صغير. لان برضو الشخص اللي بيسمع هو عاده ما بيعرفش يحكي، او انا بتكلم عن نفسي، انا شخص ما بعرفش احكي. ايوه. فهي دي الفكره، دي برضو دي بالنسبه لي جزء من نوع من انواع التضحيه. فيعني حبيت اقول. انا عندي سؤال، يعني انا عندي احنا اتكلمنا عن انواع من التضحيه وكلام من ده، بس عايز اسال سؤال بشكل عام شويه. هو التضحيه ليها مميزات بشكل عام، مش لو اتعملت مع الشخص الصح او في المكان الصح. بالظبط. هي ليها مميزات فشخ، سواء على تفكيرك وتأثيرها عليك وعلى تفكيرك وعلى شخصيتك، او على المكان او التضحيه او الحاجه اللي انت هتروح لها، او زي ما عبد قال، او الشخص اللي انت هتضحي له. يعني انا حاليا انا عايز اقول حاجه، انا عامه عن نفسي ممكن اكون حاليا انا عارف انا بعمل ايه كويس، والحاجه اللي انا بضحي عشانها في الفتره الحاليه انا متاكد ان الحاجه دي تستاهل فشخ اللي انا بعمله. هو الحاجه دي ما طلبتش مني ان انا اعمل كده، بس انا بعمل كده وانا مرتاح، وانا عارف ان انا لازم اعمل كده علشان احافظ على الحاجه دي في حياتي، فاهمني؟ انا هسيبك، مش هتكلم، مش هتدخل. هل التضحيه لها عواقب؟ انا اتجننت عشان انا هتجنن زيكم عامه قريب يعني. الوردي اللي انت رسمه ده مش هينفع معايا دلوقتي عامه يعني. انا جاي لكم في الطريقه اخواتي. ممكن اخش انا يعني سريعا كده اقول بس من وجهه نظري العواقب.
كل شيء في الدنيا منه ليه عواقب. سواء بترجع عليك دايما في الاخر، بترجع عليك انت، لان انت دايما اللي بتكون واخد القرار ده ان انت تضحي، وفي الاخر العواقب هتكون عليك انت كمنزو كشخص اخد القرار ده. يعني انت منزو خدت قرار في حياتك انت عارفه كويس، تمام؟ فالقرار ده حاليا انت وانت عامله كنت مبسوط فشخ بيه وعارف انه صح، بس حاليا القرار ده جاي على دماغك. ففكره العواقب انت ما بتبقاش حاسبها اصلا، انت ما بتبقاش عارف اذا كان المشكله هتيجي كده كده او مش هتيجي، انت بتعملها وانت شايف ان اللي انت بتعمله صح، مش فارق معاك بقى. بعد اذنك، انت ممكن تكون حاسبها عادي بس انت مدي امان ان انت مش هتحصل، او انت هتقدر. ما ده اللي بتكلم فيه، ان وانت بتعملها في وقتها انت بتكون عارف ان ده صح، وما بتبقاش باصص على العواقب بتاعتها، انت بتبقى بتعملها من كل اقتناع ان ده لازم يحصل وده صح. عندي سؤال رائع. ايوه، هل حد فيكم عمره السؤال ده هل حد فيكم مر تضحية وهو عارف ان نهايتها عواقب ومع ذلك كمل فيها؟ اقول لك على حاجه. قول. النهارده حصلت معايا النهارده وانا بقول لك اهو، انا هاجيلكوا كمان اسبوعين 3 ولا شهر اضرب نفسي 100 جزمه تشد الشعر. البارت 2. والله يا جدعان بتكلم بجد، النهارده عملتها. وانت يا صفصف جاوب السؤال. انا في حاجات كتير فشخ كنت اعملها وعارف ان اللي بعمله ده غلط، بس هو كان لازم اعمل ده، فاهمني؟ وعارف ان كده انا هتفشخ في الاخر بسبب اللي انا عملته ده. عندي سؤال بقى، هل انت باشخاصكم يا جدعان اللي موجوده حاليا بكل حاجه موجوده حاليا، لو رجع بيكم الزمن تضحوا بنفس الحاجات اللي انت ضحيتوا بيها ولا لا؟ هتخش منزل؟ سمعت صوت قلبي وهو بيتكسر. انا عندي اجابه سريعه. هتضحي بنفس الحاجات وعشان نفس الاشخاص. عارف ليه؟ عشان لا عارف ليه بجد؟ ليه؟ عشان انت انت عموما كنت هتعرف الناس تشتمني تقول لي ايه يا استاذ. طب انت لو رجع بيك الزمن مش هتكرر اللي انت عملته؟ اكرر اللي انا عملته عشان بص يا منزو، بص هو انا عامه هختار كل اللي انا اخترته ده علشان اوصل للمرحله بنت اللي انا فيها ديت، لان ده الاحسن عن ان انا ابقى زي ما انا زمان. فانا هضطر ان انا اضحي وحتى لو اتحل باختياراتي فانا هعملها برضه عشان طب يا جدعان، عشان لو رجع بيها الزمن يا منزو، انا لو انت وعبده كلنا هنعمل ده بنفس الدافع اللي احنا عملنا ده عشانه قبل كده. لا بس انا بتكلم لو انت مدرك بقى، انت خلاص دلوقتي وصلت له. ممكن نختصر ده في ايه؟ ما انا لو مدرك برضه هعمل كده عشان اقبل بقى، يعني مش عشان مش عارف. لا مش عشان خاطر. طب احنا كده نوصل لنقطه حلوه يا جدعان، احنا كده نوصل لنقطه انكم مش ندمانين على التضحيات اللي انتوا ضحيتوها. لا انا ندمان فشخ. ازاي ندمان وهترجع تعملها تاني؟ هقول لك بكونسبت واحد في بار، بس في اغنيه Take me back to the night we met، بس فكر فيها كده. يعني انت هتضيع مشاعرك، هتضيع كل حاجه انت حاولت عشانها، هتضيع امراض النفسيه اللي جات لك دي عشان كل ده ثمن اليوم ده، ثمن وجود الشخص ده. هتدفع ثمن اليوم ده، هتدفع ثمن كل حاجه انت حسيت بيها، هتدفع كل ده في سبيل ان انت تحس نفس الاحساس اللي انت حسيته قبل كده. انت لو سالتني السؤال ده هقول لك هعمل كده. ما انا هعمل كده والله هعمل كده. طب انتوا عندكم اسباب ليه انتوا هتعملوا كده؟ انا بقول لك ان ده تمن، كل ده تمن حاجه انا حسيتها ومش عمري ما اعرف احسها تاني. لا والله العظيم انا عايز اعيط. انا اعمل وكيل فيا وفي اسئلتي. يا رب فك الدقيقه منك لله يا صوص. لا بص يا اسطى، انا زي ما قلت لك، لو رجع بيا الزمن في الحاجات الاجباريه فهي كده غصب عني. لا الحاجات الاختياريه انا بتكلم في الحاجات الثانيه. ما بقول لك في الاختياريه ما تبقاش ما انا مش بتوه. انا مش بكلم عمرو اديب تقول لي اختياريه واجباريه، ما تجاوب على طول، انا اللي بشوف في المونتاج. ماشي يا اسطى، عامه يعني لو رجع بقى الزمن انا هعمل كده بصراحه. هعمل كده بكل الغلطات اللي انا عملتها في حياتي هكررها تاني. طيب يا جدعان، انا عندي سؤال جاي في بالي برضه. احنا دلوقتي اتكلمنا من منظور ان انا الشخص اللي بضحي عشان حد معين، طيب واتكلمنا في نقطة ان انا بضحي ساعات بضحي تضحية غير مطلوبة، بضحيها من نفسي، هتحط في ريسك بعد كده ان انا يتقال لي انا ما طلبتش منك انك تضحي التضحية دي. طيب لو عكسنا الادوار بقى، انت الشخص اللي جه حد يضحي عشانك بحاجة انت ما طلبتش منه ان هو يضحي بيها،
انت هيكون احساسك ايه بعد كده؟ هتتلام بعد كده وتقول يتقال لك انا ضحيت والله بواحد اتنين تلاتة عشانك، بس انت ما طلبتش يعني ما طلبتش ان حد يضحي لك بالنقطة دي. عندي ممكن تكون طلبت تضحية تانية من نوع تاني ما اتعملتش، بس اتعملت التضحية دي، فبيتقال لك دلوقتي انا والله ضحيت واحد اتنين تلاتة عشانك. عندي بوينت اوف فيو على حسب الشخص بشكل كبير. ايه؟ على حسب الشخص بشكل كبير. هل على حسب مسمى الشخص بشكل كبير؟ يعني انت مثلا في شخص ما بيحاول يكون معاك في ريليشن، تمام، بس انت مش عايز، او ده ما يسمحش، او انت من الاول ما قلتش ان ده موجود، او ما قلتش ان ده هينفع، او ما كنتش مدي اي بوادر ان هو هينفع. فلما الشخص يقدم تضحيات مشكور عليها والله، يعني شكرا انك شفت في المريض النفسي اللي جوايا شخص يتحب، انا متشكر جدا لده، بس انا ما طلبتش ده مش عشان ايه، عشان انا اصلا ما طلبتش انك تكون موجود في حياتي بالمسمى ده. فتضحياتك ما كانتش المفروض تبقى ليا، لان من البدايه انا ما قلتلكش تعملها، او ما كانش في ما يدل او البرهان يخليك تعملها. لكن طب بس منزو انا عايز اقطعك ثانيه. اتفضل. في حالتنا احنا الثلاثه، التضحيات اللي احنا قدمناها عشان اشخاص اوريدي موجوده، واوريدي مسمى العلاقه موجود. تقدر يا صف كنت عايز تقول؟ لا هو انا خلاص انا فكرتك تايه عن البوينت اللي هو بيسال عنها. هو بيسال بس انا فهمتها. هو انا على ما فهمت هو السؤال كان فيما معناه ان الاشخاص اللي انت ضحيت علشانهم دول، لو الحوار اتعكس، يعني مثلا يا عم انت مضحي عشان كذا، لو انت بقى بقيت مكان كذا دوت والايه اتقلبت، ايه هيبقى رد فعلك؟ بس انت وضحت ده انا فهمت. لو الايه اتقلبت فانت شايف انت مستحيل من رايك، لان ده المنظور اللي انت متضايق بسببه، فانت هتعمله ليه؟ ما هو بالعقل انت بتتضايقي من البنات اللي عندي، فانا اكيد هتضايق من الواد اللي عندك، فينشيلهم احنا الاثنين، ينفض احنا الاثنين. منطقي فاهم كده؟ منطقي ايوه. لكن لو بنتكلم بقى بالمنظور، اصل بص، شغل تحلل لنفسك وتحرم لغيرك ده بالظبط. لكن المنظور اللي اتكلمت بيه اللي هو حد برانا خالص، بس هو حد بيحاول يقدم تضحيات في سبيل انه يقرب، ايا كان بقى صديق مش عارف ايه كان يماني ودكانس مش عارف اسمه ايه ده. لا طيب، يعني اعتقد ما عادش عندنا حاجة تانية نضيفها، حاولنا نلم كل النقط، حاولنا نديكوا تجارب شخصية. للأسف انت عيطت وعبده عيط بقاله نص ساعة، وصفصف تقريبا انتحر، بس يعني فاهم، فدا جمهور رجال تعرف المستحيل اللي هم احنا برضو، احنا بنحبنا عايز اروح احنا بنحبنا وبس كده. اتمنى تضحياتكم الجايه تكون عشان ناس تستاهل، ناس فعليا زي ما انا بعمل. حاولوا تضحوا عشان ناس فعليا تستاهل. حاولوا ما تصاحبوش ناس زي صفصف، حاولوا ما تضحوش يا جدعان، حاولوا ما تضحوش خالص فعلا، يعني بلاش تضحية. بس كان معكم منزو، صفصف، وعبده، وحلقة جديدة من بودكاست رجال تعرف المستحيل، وسلام عليكم.